ولحكم القانون، مع زيادة التهميش لقطاعات واسعة من المواطنين والحؤول بينهم وبين المشاركة في الحياة السياسية. كذلك تمادى التراجع في جهود التنمية المناطقية وفي معدلات النمو الاقتصادي، كما ازدادت الفجوة الاقتصادية والمعيشية بين الأغنياء والفقراء، وازدادت القبضة الثقيلة للاستبداد، وبالتالي تردت الأوضاع المعيشية بسبب سوء إدارة الحكم وسوء إدارة الشؤون العامة وتفشي الفساد وعدم التحسب للزيادات السكانية الكبيرة. وبالتالي زادت حدة التردي في جميع المؤشرات الإنسانية والتعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. وبالاقتران مع هذه الظواهر السلبية تردت المشاركة في الحياة العامة، وزادت حدة الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وزادت كذلك فجوة انحسار الثقة بين الدولة الوطنية ومواطنيها، وزادت أيضا حدة إدراك المواطنين لذلك الانحدار. كما تعرض عدد من بلداننا العربية لنكسات ولعدة اجتياحات إسرائيلية وغيرها، وانقلابات وصدامات وخلافات وفتن تميزت بالعنف الشديد، وأضعنا بذلك جملة كبيرة من القدرات والإمكانات والفرص نتيجة إساءة استعمال السلطة وسوء إدارة الحكم وسوء إدارة الشأن العام. لقد انتفضت الشعوب العربية في السنوات الأخيرة على التمادي في العسف وتجاهل القانون واستفحال الفساد. وإذا كانت مصر تتلمس طريقها اليوم إلى إعادة البناء ومعالجة الثغرات الاقتصادية وتعزيز الانفتاح والممارسة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، وإذا كانت تونس لا تزال تتلمس طريقها إلى تثبيت التداول الديمقراطي للسلطة، فإن ما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا من اقتتال وتدمير وتدخل لقوى إقليمية مثل إيران وتركيا ودول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا غير مسبوق في تاريخنا. إن التمادي في القتل والهمجية وانسداد آفاق الحلول السياسية ينذر بأشد الأخطار ليس فقط على هذه الدول بل على المساحة العربية ككل. إن إحدى المشكلات التي نجمت عن الاضطرابات والاقتتال هي استشراء التطرف العنيف الذي يظهر في منظمات ذات أهداف غامضة وتحث على بروز حركات دينية متطرفة وعابرة بالحدود والقارات، بما يتعارض مع مفهوم الدولة السيادية ودولة المواطنة. وهي تتحدث باسم إسلام مدعى لا نعرفه ولا يشبه السواد الأعظم من المسلمين، وتستسهل القتل والممارسات الوحشية باسم الدين. وبغض النظر عمن يقف وراء هذه المنظمات المسلحة والمجهزة التي يأتيها الدعم من جهات لها مصلحة في تخريب العالم العربي، فإن أحد الأسباب العميقة لظاهرة التطرف يكمن في انكفاء الفكر وتراجع دور المثقف والانغلاق عن المشاركة في عصر العالم وعالم العصر، وفقدان التواصل مع وبين الجهات والمؤسسات الثقافية. من هنا فإنني أنظر إلى هذا اللقاء باعتباره بارقة أمل، لأنه يصدر عن شعور بالمسؤولية من جانب مجموعة من المثقفين الذين أرادوا في هذه الظروف الصعبة والخطيرة أن يجددوا التفكير في دور المثقف العربي ويبحثوا في الفرص والآفاق التي يمكن أن يتيحها وعي ثقافي جديد في زمن الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة وبزوغ الثورة الاتصالية العظمى التي كسرت حواجز الزمان والمكان وحواجز الدول والجماعات وحواجز الصمت والخوف. ذلك مما شجع في المحصلة على الإسهام والمشاركة في عملية التحول الديمقراطي وعملية الاستعداد لبناء الغد، وبخاصة أن هذا التأمل
يتم في مؤسسة عريقة ثقافية وصحافة وسياسة هي مؤسسة الأهرام، وعلى أرضية أو خلفية أو على أرضية أو خلفية تجربة نهضوية رائدة وناجحة بين لبنان ومصر. إني أعرف أن هذه المهمة مهمة ثقيلة، ولا يمكن أن نجيب على كل التساؤلات في لقاء واحد، وأنا على ثقة بأن هذا اللقاء وفي رحاب الأهرام والقاهرة ومصر ينبغي أن يتواصل ليضم مفكرين وفاعلين ثقافيين من مختلف البلدان العربية. أيها الإخوة والأخوات، إنها سنوات صعبة وصعبة جدا، صعد فيها الإرهاب وسقط فيها الملايين من العرب صرعى وجرحى ومعوقين، وهجر عشرات الملايين أيضا عن ديارهم، وطال التدمير الإنساني والمادي أكثر من بلد عربي، وطالنا نحن في لبنان في أكثر من اتجاه سياسي وأمني وإنساني وعمراني، وما بقيت جهة إقليمية أو دولية إلا وتدخلت في شؤون بلداننا العربية وأمعنت فيها فسادا وإفسادا وتدميرا. لكن وعلى مدى تاريخنا الماضي والحاضر لم يكن الأمل وحده ما كنا نحتاجه وعلى أهميته الكبرى في مواجهة المحن والأزمات، ولكن ما كان نصيرنا في الماضي وسيكون نصيرنا الآن وفي المستقبل هو الشجاعة في مواجهة الحقيقة، والإرادة الصامدة والثابتة والمثابرة في مجالاتنا حتى يتم لنا ما نريد وتريده شعوبنا العربية. لقد أتينا إلى مصر كما كنا نأتي دائما محبين ومسترشدين ومتعاونين ومتضامنين. جئنا للأمل وجئنا للعمل، وسنبقى دائما ذخرا لمصر، وتبقى مصر ذخرا لنا، وهذا قدر لكنه قدر محبب. أيها الإخوة، عاشت مصر وعاش لبنان، عاشت الأهرام وعاش مثقفون وإعلاميون. كلمة غير تقليدية، كلمة جميلة. نبدأ بعد قليل جلسات الملتقى، ولدينا اليوم 3 جلسات. الأولى بعنوان العلاقات الثقافية بين مصر ولبنان، والجلسة الثانية أعلى أن تكون الثقافة العربية اليوم، والجلسة الثالثة المثقف والدولة في إقليم مضطرب. يرأس الجلسة الأولى تحت عنوان العلاقات الثقافية بين مصر ولبنان الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، ويشارك فيها الدكتور محمد حداد، الدكتور خالد زيادة، الدكتور جابر عصفور، الدكتور عماد الزاهي، الأستاذ سمير مرسي. أدعو المشاركين الوصول إلى المنصة لبدء أعمال الجلسة اليومية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو الهدوء علشان نبدأ الجلسة. يعني أعتقد بعد كلام دولة الرئيس فؤاد سنيورة، أعتقد حقيقة أنه لم يترك فرصة على وجه الإطلاق لأي محاجاة ولا أي قول. الراجل جمع فأشمل ووصف طبيعة الأزمة ووصف طبيعة العلاقات الخاصة ما بين مصر ولبنان، وأنا أتصور بالفعل أن من واجبنا أن نحييه على هذه الصراحة وعلى هذا الخطاب. وأعتقد أن هذا الخطاب بالفعل إذا كان قدر لهذا التجمع الثقافي أن يستمر، أعتقد أن هذا الخطاب يمكن أن يكون منهاج عمل لي. شكرا لدولة الرئيس فؤاد سنيورة. على ذكر العلاقات المصرية اللبنانية، طبعا يعني كلنا أفضنا أو أفاض المتحدثون في هذا الكلام، لكن أنا عاوز ألفت النظر لملاحظات، عدة ملاحظات صغيرة.
الملاحظة الأولى إنه هذه العلاقات المصرية اللبنانية علاقات قديمة جدا، مش القرن التاسع عشر، ده تعود إلى أيام الفراعنة عندما كان المصريين يذهبون إلى لبنان طلبا لشجر الأرض علشان يعملوا صواري الأسطول البحري، وأيضا كانوا يأخذوا جذور شجر الأرض علشان يكون توابيت لفراعنهم العظام. والعلاقة فريدة جدا ما بين مصر ولبنان، علاقة مميزة صافية ليس فيها منافع. حجم التجارة ما بين مصر ولبنان صفر، حجم العلاقات أو المشاكل السياسية صفر، ما فيش تناقضات على وجه الإطلاق. لعب المصريون واللبنانيون دورين متكاملين، ما كانش فيهم أي تقاطع ما بين الدورين دول، وكان هم بالفعل منوط بهم الارتقاء بوجدان العالم العربي والارتقاء أيضا بثقافة العالم العربي. وزي ما كان عندنا أم كلثوم، وكان عندنا أحمد شوقي، وكان عندنا محمد عبد الوهاب، وكان عندنا اللبنانيين كان عندهم بشار الخولي، وكان عندهم جبران خليل جبران، وكان عندهم فيروز، وكان عندهم كوكبة. ومن الغريب في هذه العلاقة أنه لم تكن فيها أي صدام على وجه الإطلاق، على العكس. وأيضا كمان لا نستطيع إلا أن نذكر دور اللبناني في السينما المصرية، ودور السينما المصرية في أنها أذاعت اللهجة اللبنانية على العالم. وأعتقد في ممثلين لبنانيين عظام جدا جدا ساهموا في النهضة المصرية. يعني هذه علاقة صافية على وجه الإطلاق، مجانية، هدفها الوحيد بالفعل الارتقاء بالوجدان العربي. هذه الملاحظة أحببت أن أقولها. احنا عندنا دلوقتي أولا الوقت ضيق جدا والمتحدثين كتار، وموضوعنا العلاقات الثقافية بين مصر ولبنان. عندنا المتحدث الأول الدكتور محمود حداد، وأحب أن أنبه إلى أنه الوقت لن يتسع لكل زميل من أكثر من 7 دقائق يعرف فيها وراء. وأنا أعرف أنها مهمة سخيفة، وأعرف أن هو طلب يكاد يكون مستحيل، وأعرف أن في النهاية ممكن أن نبتسر الموقف، لكن على الأقل أهو يعني إيه شوبش. فأنا بطلب من الدكتور محمود حداد إن هو يختصر، يتفضل ويلتزم أيضا بهذا، لأن أنا يعني ممكن أن أقاطع سيادتك، معلش، وسأقاطع أي متحدث أكيد، لأن لازم ندي فرصة للناس علشان خاطر إن هي يبقى في شوية مداخلات. أيوة أيوة لو في اوراق مطوله ممكن تجمع هيحصل. يعني مش عارف، أنا مش عاوز أنتقد إدارة المؤتمر، لكن لا شفنا أوراق ولا شفنا أي حاجة. لا أهو موجود موجود مع المتحدث نفسه. مع المتحدث نفسه يدينا الورقة، واحنا هنتكفل بتخلي الأهرام يطبعها، وبعدين ممكن الأهرام يتيحها لكل الحضور إن شاء الله. فعلا هم أنا أحذو حذو دولة الرئيس السنيورة، بمعنى أني أدي الورقة للأهرام الكاملة وأختصرها أكثر مما اختصرها دولة الرئيس. فهقول كلام عبر يعني عنوان هذه الجلسة العلاقات الثقافية. سأتحدث باختصار شديد في 3 نقاط: التاريخ والحاضر والمستقبل. التاريخ تكلم عنه الأستاذ دولة الرئيس السنيورة بما يكفي، وأقول ولكني أضيف نقطة صغيرة، أن محور القاهرة بيروت الثقافي كان الفاعل الرئيس الذي رفض باقي المحاور الثقافية العربية. إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أن الفاعل المصري ارتكز في البداية على الأقل على الدولة المصرية، بينما ارتكز الفاعل اللبناني على المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية من وطنية وأجنبية تبشيرية. وإذا رجعنا إلى محاضرة المعلم بطرس البستاني المعروفة بخطبة في آداب العرب التي ألقاها في الجمعية العلمية السورية عام 1859، اختتمها بالتركيز على الدور الذي لعبته مصر محمد علي ومطبعة بولاق في مجال نشر الآداب العربية. زاد وضوح هذه الفكرة
التي تربط نهضة الثقافة في مصر والشام معا. كذلك لا ننسى كما قيل مرارا هجرة المثقفين اللي بسموهم بمصر الشوام، طبعا معظمهم كانوا لبنانيين، إلى مصر. لكنني أضيف أيضا مسألة أخرى ننساها عادة، وهي أن الأستاذ الإمام محمد عبده قضى عدة سنوات في بيروت منفيا فيها، وتزوج منها بعد حركة أحمد عرابي والاحتلال البريطاني للكنانة، وكان له دور بارز في تنشيط حركة الإصلاح الإسلامي في بلاد الشام. ولا شك أن البعض هنا يفكر بأننا مديونون لكم كما أنتم مديونون لنا، ما فيش حد أحسن من حد. أوكي. بالنسبة للنقطة الثانية في الحاضر، ظل المحور الثقافي المصري اللبناني المحور العربي الأنشط منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية ستينيات القرن العشرين، حيث خفتت أنواره شيئا، خاصة بعد 5 يونيو 1967. ثم جاءت تطورات متعددة أثرت على ريادة مصر السياسية في العالم العربي بسبب ضغوط الاحتلال الإسرائيلي وكذا الضغوط الدولية الموازية. وكان أن شهدنا في نهاية السبعينيات مشهدا غريبا يمكن تسميته مجازا بتمرد القبطان، حيث سارت القاهرة سيرا منفردا ظن أنه سينتج خيرا عميما بعد أن تصمت المدافع. ومع أن المدافع صمتت، فإن الشروط السياسية المرتبطة ولدت أزمات وارتهانات لا حلولا اقتصادية، كما أن صمت المدافع على جبهة سمح لها بالانطلاق على جبهات، إلا أن أخطرها كان الحروب الداخلية التي اختلط فيها الخارج الإقليمي بالخارج الدولي خدمة لمصالح متشعبة. دخلت إسرائيل بيروت وتفجرت الانتفاضات الفلسطينية واحدة بعد الأخرى في الضفة والقطاع، واندلعت حروب متتالية في المشرق، ولم يكن بمقدور الكبير نجدة الصغير، ولا بمقدور الصغير تفهم مأزق الكبير، ولم تستطع القدرة العسكرية للكبير والقدرة المالية للصغير التحالف والتزاوج، فأصبح ما هو عسكري معطلا وغدا ما هو مالي مستباحا. بعد ذلك دخلتم ودخلنا ودخل العالم العربي كله في مرحلة متاهة فكرية ودينية واقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة دفعت الأمة العربية من ثمنها الكثير، إلا أن التيه مستمر، وإن كان يخفت شيئا ما في مكان ويشتد في مكان. وإذا كان المركز السياسي للإقليم في القاهرة قد تعرض للاهتزاز، فإن مركزا عربيا آخر لم يحل محله، بل أصبحت واشنطن هي المركز الدولي والإقليمي معا. وعندما برز مشروع تنافس أمريكي روسي قبل سنة أو سنتين، كان ذلك على حساب الدم العربي، ولا أستطيع إلا أن أشير إلى الثمن الكبير للمأساة السورية والمأساة العراقية التي وصلت دون مبالغة برأيي إلى حجم هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية. في المستقبل، إن المثقفين اللبنانيين والمصريين ما زالوا في موقع الريادة الفكرية العربية ولو نسبيا، ونرجو أن يسبقهم مثقفو المغرب العربي في زمن قصير. إلا أن علينا اليوم الإجابة على أسئلة مختلفة. علينا أن نفهم بلغة الحداثة أننا لا نعيش في الزمن الأوروبي ولا في الزمن الأمريكي، بل نعيش في أزماننا العربية المختلفة والموازية، أزمنة كما أمكنة ما قبل الحداثة، أزمنة وأمكنة الحداثة الشكلية، وأزمنة أمكنة الحداثة الجزئية، وأزمنة الحداثة، وأزمنة ما بعد الحداثة الغربية التي علينا محاولة اللحاق بها من ناحية، ومجابهة آثارها السلبية من ناحية أخرى. عليه فإن مهماتنا أصعب ما تكون، خاصة وأن دخلنا في صراع غير صحي على الإطلاق بين شعبوية دينية متزمتة تكره فكر العصر،
وتتمثل ماضي الذات الفائت والمفوت، ونخبوية علمانية تكره الجمهور، وتتمثل ماضي وحاضر الآخر الأوروبي والأمريكي البعيد على الرغم من اختلاف الظروف المادية والمناخات الفكرية. والسؤال هل يمكن ردم الهوة بين الخصوصية والعالمية، وهي هوة أصبحت أعرض مع الاختراعات الإلكترونية الحديثة وثورة الاتصالات المدهشة؟ والواقع أن على الفكر التنويري أن يدرس أسباب عدم شعور الجمهور العريض بأنه يمثله ويمثل آماله. ما الذي يفسر الغربة بين المثقف التنويري والمواطن غير المطلع على الثقافة الأجنبية؟ ما يزيد الطين بلة أن الأمة العربية تنتمي في قدراتها العامة إلى العالم الثالث، إلا أن الغرب يعاملها على الرغم من ضعفها وكأنها تمثل خطراً من الدرجة الأولى. وقد أطلق العنان لإسرائيل بشكل شبه مطلق، فأصبح التفوق والتغول الصهيوني هادراً من المحيط إلى الخليج. أضف إلى ذلك أن الدولة العربية الأمنية، وقد أدركت أنها لم تعد تستطيع مواجهة العدو الخارجي، تغولت هي الأخرى وعظمت أجهزتها الرقابية لمواجهة المجتمع الأهلي والفرد. كما تغولت بعض التنظيمات الدينية الشكلية، فأصبح المواطن واقعا بين تغول وآخر، لا يدري لنفسه فكاكا، لا من هذا ولا من ذلك ولا من ذاك. كان المثقف العربي يقول في الستينات: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، وكان قولا حقا، ولكن علينا أن نصيغ اليوم قولا آخر: ليس بالفكر التنويري وحده يحيا الإنسان أيضا. فإذا كانت الاقتصادوية مبالغة بالأمس، فإن الثقافوية مبالغة اليوم. لقد تردت أوضاع الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية العربية ترديا كبيرا منذ بداية السبعينيات وحتى اليوم، ونمت طبقة السماسرة والطفيليين نموا غير طبيعي، وتم خلق اقتصادات جديدة يغيب عنها الإنتاج، كما أن الزيادة السكانية المنفلتة تخل بالتوازن النسبي بين المطلوب والمتاح. فكيف لنا أن نتحدث عن الديمقراطية التي لها شروط اجتماعية ومادية معروفة؟ من هذه الشروط مستوى الكسب المعقول، ووجود طبقة وسطى فاعلة تستطيع أن تحاسب الدولة التي تعتمد بدورها على الضرائب التي تجبيها من أوسع قاعدة ممكنة من المواطنين. وإذا كان الغرب قد استطاع تحقيق ديمقراطيته داخل حدود دوله ومجتمعاته، فإنه وهو الأقوى في غير مجال مستمر في محاربة هذه الدعوة، مستمر في محاولة الديمقراطية. علينا أن نتذكر أن احتلال بريطاني، أن محاربة الديمقراطية كانت في صلب الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 خوفا من نظام تمثيلي. وقد عثرت على وثيقة في بريطانية كتبها اللورد كرومر. الوقت. أوكي، مهم هذا. طيب، أختم بالقول إن المحن والخطوبة والمآزق والأزمات التي تحيط بنا متراكمة ومتشابكة وعويصة، ومن المستحيل العثور على حل سحري أو مباشر لها، إلا أنني أعتقد أن حل جزئية صغيرة منها في هذا الوضع المأساوي الذي نعيش قد يغير الصورة الإجمالية شيئا فشيئا، ويعطينا أملا في أننا نستطيع أكثر فيما بعد، ويشعرنا بأن الأفق ليس مسدودا. هلا حلول عملية. لا يمكن أن نستمر مثلا في أمر أساسي، اللغة العربية. كنا في القرن الماضي نناقش إذا كان علينا أن نختار بين الفصحى والعامية. وصلنا اليوم إلى اختيار العامية الرثة والإنجليزية الركيكة. 2. إن هناك أكثر من بلد عربي استسلم للضغوطات الخارجية وسمح لمؤسسات أجنبية بأن تقوم بتعديل برامجه الدراسية بدعوى محاربة التطرف.
وهذه جريمة يجتمع فيها التخلي عن السيادة الوطنية والتخريب اللاوطني لعقول الناشئة. 3. إن الكثير من الشباب العربي يذهب التخصص في موضوعات علمانية بحتة إلى الغرب، وكذلك في تخصصات العلوم الاجتماعية، ويختارون الموضوعات العربية والإسلامية رسائلهم الجامعية، إلا أن الفريقان يعودان بمعرفة سطحية جدا عن البلدان التي درسوا فيها. لذلك من الضروري أن تفرض الدول العربية على كل طالب مبتعث شرط تقديم رسالة ماجستير قصيرة أو طويلة تتعلق بأحد أوجه ثقافة البلد الذي درس فيه الطالب وقضى فيه سنوات. النقطة الأخيرة، إنه من قبيل التأكيد المؤكد أن الكثير من الخطوات المفيدة ولو في المجال الثقافي والعلمي تتطلب قبل كل شيء قرارات سياسية شجاعة وجريئة وإن مدروسة. فإذا كان صحيحا القول أنه كما تكونوا يولى عليكم، فإنه صحيح أيضا القول إن الناس على دين ملوكهم على الأقل إلى حين. وشكرا. شكرا. الدكتور جابر عصفور. طبعا يعني واضح ان 7 دقايق دي حلم كاذب، فخليهم 10 دقايق. ومع ذلك أنا سوف أحاول الالتزام بالوقت. شكرا دكتور. لأنه نحن في ورطة سببوها نبيل عبد الفتاح سامحه الله، فلنواجه هذه الورطة. أنا سوف أتحدث في نقاط محددة جدا، وكلها عن النهضة والتنوير والدور اللبناني في مصر. النقطة الأولى، أنا لن أقول أسماء موجودة في الكتب وسوف تتكرر كثيرا في هذا اللقاء. أهم ما فعله المثقفون اللبنانيون في مصر أنهم أسهموا بالدرجة الأولى في تأسيس ثقافة النهضة والتنوير، وهذا واضح على مستويين. المستوى الأول أنه أسسوا أدوات التنوير، أسهموا في تأسيس أدوات التنوير ومؤسساته. التنوير ليس كلاما وليس روايات ولا قصص، التنوير مؤسسات، فعندما تبني مؤسسات فأنت تبني تنوير. وعلى هذا الأساس المثقفون اللبنانيون أسهموا في بناء مدارس، في بناء جامعات، في بناء فنون، في بناء الصحافة، في بناء السينما، في بناء الآداب والأفكار الجديدة الموجودة في الآداب على اختلاف أنواعها. هذا هو الدور الأول أو المستوى الثاني من الدور. المستوى الثاني، المستوى الأول، المستوى الثاني الأفكار. أفكار النهضة والتنوير كلها تدين إلى حد كبير لهؤلاء جميعا. يعني عندما نتحدث عن التسامح، عندما نتحدث عن التفاعل بين وقبول الاختلاف، عندما نتحدث عن التعددية، عندما نتحدث عن كل هذه الأشياء التي نفتقدها في واقعنا اليوم، هناك مجموعة كبيرة من هؤلاء المثقفين اللبنانيين أو الشوام كما يطلق عليهم، هم الذين أسسوا هذه الأفكار والقيم والمبادئ. وأعتقد أنني مضطر إلى أن أتوقف على 2 فحسب من هؤلاء لتقديري أن إسهامهما أكثر من غيرهم. الاسم الأول لرجل والاسم الثاني لامرأة. الرجل هو فرح أنطون. فرح أنطون بمجلته الجامعة أسس ما نسميه
مفهوم الدولة المدنية الحديثة في مصر، وكان مضطرا في سبيل ذلك أن يدخل في أضخم معركة شهدها مطلع القرن سنة 1903 مع الإمام محمد عبده، وهو على ما هو عليه. وكان هذا الخلاف حول مفهوم الدولة المدنية الحديثة من ناحية، وحول حرية الفكر واضطهاد المفكرين من ناحية ثانية. ولكي يوضح فرح أنطون أفكاره، فإنه كان عليه أن يؤسس مفهوم التسامح توليرانس، ولكنه لم يجد كلمة تسامح ملائمة لتوليرانس في ذلك الزمان، فاختار كلمة أخرى غير التسامح، وهي كلمة التساهل. التساهل التي وجدها أقرب إلى ذهنه، ومن ثم اضطر أن يشرح هذا التساهل، وكل ما كتبه عن التساهل هو درس عميق في التسامح بمعناه القديم والجديد. ولذلك كان مضطرا أن ينقل كثيرا من الأفكار الأوروبية إلى الطبقة القارئة المصرية، ومن هنا أيضا ولأنه كان له مفهوم واسع ومحدد عن العلمانية، كان مضطرا أن يدخل في مناظرة مع الإمام محمد عبده. وكان الإمام محمد عبده يكتب في مجلة تلميذه محمد رشيد رضا المنار، وفرح أنطون يكتب في مجلته هو الجامعة. ومن الطريف أن محمد رشيد رضا كان من نفس البلدة التي جاء منها الشيخ محمد رشيد رضا، وقد أراني السفير خالد زيادة منزل السيد محمد رشيد رضا، الذي لا أشك لحظة في أنه كان رجعيا منذ البداية، وأن انفتاحه في فترة الإمام محمد عبده إنما كان بتأثير الإمام محمد عبده. ولكن بعد أن مات الإمام محمد عبده عاد رشيد رضا إلى ما كان عليه، وأصبح أكبر داعية لأن تكون المملكة العربية السعودية هي حجر الأساس في مشروع الخلافة الإسلامية الجديدة بعد سقوط الخلافة العثمانية. هذا عن فرح أنطون. وفي سبيل أن يوسع فرح أنطون من أفكاره، وأن يؤكد مفهوم الدولة المدنية، وأن يؤكد نوعا من التوازن بين قوى الدين والعلم والمال، كتب رواية رائعة بمقاييس هذا الزمان بعنوان الدين والعلم والمال. وأنا شخصيا كتبت لها مقدمة ونشرتها على أوسع نطاق في مشروع مكتبة الأسرة لكي يقرأها الجميع ولكي يتذكروا هذا الرائد اللبناني العظيم الذي أسس لنا تأسيسا علميا سليما مفاهيم التسامح ومفاهيم التعايش مع الآخر وقبوله في الوقت نفسه. وأظن أنه قال هذه القولة الشهيرة: إن شمس الله التي تشرق على الناس لا تفرق فيهم ولا بين مسيحي منه أو مسلم أو بوذي، وإنما هي تهبط عليهم جميعا وتظللهم جميعا. فشمس الله لا تعرف التمييز بين البشر، ولا تعرف التمييز على أساس من الدين أو العرق أو اللون أو الجنس. وينبغي أن نستعير فاعلية شمس الله، فلا ينبغي إطلاقا أن نميز بين البشر في الدولة الوطنية الحديثة بين الناس على أساس من دين أو من جنس أو من عرق أو لون. هذا عن فرح أنطون باختصار شديد جدا، والحديث التفصيلي موجود في كتبي لحسن الحظ. أما الشخصية الثانية التي أريد أن أشير إليها فهي امرأة لا أظن أن الكثيرين قد سمعوا باسمها، وهي هند نوفل. هند نوفل جاءت إلى الإسكندرية وأسست هناك أول مجلة للمرأة العربية، وهي مجلة الفتاة
سنة 1892 في نوفمبر. و1892 هو العام المهم في تاريخ التنوير، فهو العام الذي كتبت فيه أليس البستاني ابنة بطرس البستاني أول رواية عربية أيضا، وهو العام الذي بدأ فيه السيد جورجي زيدان أولى رواياته التاريخية لكي يعلم الأجيال العربية الناشئة مفهوم التمدن الإسلامي الذي لا يقوم إطلاقا على التمييز بين الناس على أساس أديانهم ولا ألوانهم